السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. رجعت لكم فيديو جديد وموضوع ديال اليوم هو مهم بزاف لاي وحده كتستعمل منتوجات العنايه بالبشره وكتسول شحال كياخذ الوقت باش تبان النتيجه. ولكن قبل ما نبداو ضروري ما ديروا لايك الفيديو وبارطاجيوه مع صحاباتكم باش تشجعوني نستمر نشارك معكم كل معلومات علميه ومجربه. كما كتعرفوا بان المنتوجات العنايه بالبشره هي منتوجات ماشي سحر، يعني غتحطيها على وجهك غادي تبان النتيجه. لا، ما كتخدمش بنفس السرعه عند كل شيء، حيت كاينين المواد اللي عندها المكونات ديالها طبيعيه اللي كتستغرق بعض الوقت، كذلك المنتوجات اللي كتكون المعظم ديالها كيماويه وكتستغرق وقت مخالف، يعني ما كيخدموش بنفس السرعه. كاين عوامل كتاثر على النتيجه كذلك بحال نوع البشره، يعني كل بشره وكل نوعيه البشره كتستافد من المنتوج وكتعطي نتيجه على حسب النوع البشره. السن كيلعب واحد الدور كبير 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 بزاف في النتيجه ديال المنتج، التركيز ديال المنتج والاستمراريه. ماشي غير كنستعملوا اسبوع بخصها تبان النتيجه ولا اسبوعين، لا، اننا خصنا نستمروا. كاين شي منتج ما كيبان من 6 شهور الفوق، يعني الاستمراريه والصبر. وطريقه الاستعمال دائما كنقول في الفيديوهات ديالي وكنحث على طريقه الاستعمال، لان طريقه الاستعمال هي اللي كتعطيك النتيجه المضمونه. الا كنتي كديري شي طريقه استعمال خاطئه ما غاديش تلقاي النتيجه، كتلقاي العكس ديالها. لذلك المرجو انكم تعرفوا طريقه الاستعمال لاي منتج طاح في يديكم. والمشاكل اللي كتعاني منها البشره، بطبيعه الحال كل بشره وشنو المشاكل اللي كتعاني منها، ولذلك كتختلف النتيجه من بشره لبشره ومن مشاكل لمشاكل. مثلا بحال الريتينول كيبان النتيجه ديالو فوق من 3 شهور، يعني من 3 شهور حتى ل 6 شهور. عندك ضروري خصك الصبر، خصك التركيز التدريجي اللي هضرنا عليه واللي كنبداو من 0.5%. عندك مثلا الحمض ديال الهيرونيك اسيد، هذا معروف بانه كيرطب البشره من الاستعمال الاول، ولكن الا دخلتيه في الروتين اليومي ديالك ومع الاستمراريه غادي يعطي المفعول ضد الجفاف وضد التجاعيد. الاحماض المقشره للبشره كيعطيو واحد الاشراقه من الايام الاولى، كيساعدوا في تنظيف المسام وكيحفزوا الكولاجين. نياسيناميد كيهدأ الالتهاب والاحمرار بواحد السرعه. نتائج بالنسبة للتجاعيد هو مضاد للشيخوخة وكيبان بعد الاستعمال الطويل. والفيتامين سي اللي دائما كنحث عليه انه اولا كيشد وكيعتني بالبشرة، من بعد كيبان انه كيخدم على الكولاجين، وفي الاخير كيبان الفرق في التصبغات، كتبدا تخفف، ولكن هادشي من بعد 6 شهور ولا اكثر. كيفاش نعرف بان هذا المنتوج واش خدام ليا ولا لا؟ اولا خصك تعرفي المنتج ديالك واش المنتج الاصلي. دائما تنقول بان الثقه خصها تكون ضروريه ما بين الشاري والبيع، يعني انت كتمشي عند السيد اللي واثقه فيه بانه كيبيع لك المنتوج الاصلي، لان كاينين سامحهم الله كيدخلوا لك المنتوج اللي مقلد لي كوبي ويقولوا لك هذا هو الاصلي، والنتائج ما كتشوفيش حتى شي نتيجه. لذلك تتشوفي المنتوج الاصلي وتتشوفي حتى الثمن ديالو، ومن بعد كتشوفي الروتين المنتظم. ملي كديري واحد الروتين منتظم كتشوفي النتيجه، وما تدخليش بعض خطرات المكونات اللي كتكون مضاده ما بينها ولا متعاكسه مع بعضياتها اللي كتعطي نتيجه عكسيه. الصبر، الالتزام، النتيجه كتبان مع الوقت. غير بغيت نقول لكم البنات ما تيقوش اي حاجه تكتبات سواء في المواقع التواصل، سواء لقيتوها في اليوتيوب مثلا كتلقاو بان نتائج في 5 أيام، حيد التصبغات في 5 أيام، وجي ولا باللاره في يومين. ولا مثلا سيروم كيحيد التصبغات في اسبوع. هادشي غير هضره خاويه.
اي حاجه كتاخد الوقت ديالها. مثلا الا عندك روتين موالمك لوجهك استمر عليه باش تبان النتيجه، الصبر وتهلاي في راسك، وباذن الله غادي تفرحي بالنتيجه ديالو. الصبر هو مفتاح العنايه بالبشره. عليها البنات يعني دائما كتلقيني بانني حتى في المنتوجات الكوريه في الفيديوهات اللي درتهم عن تجربه خاصه، واخا الضجه اللي دارت في المواقع التواصل على هذه المنتوجات الكوريه ولقاو عليها بزاف الناس وجههم ولا باللاره ولا زجاجيه، قال لك البشره الزجاجيه. يعني انا لقيت يعني نتائج متواضعه جدا بالمقارنه مع منتوجات اخرى، وكتاخد بزاف ديال الوقت باش الله تبان لك شويه. يعني ما نتيقوش اي حاجه، ما نتيقوش اي حاجه، الله يخليكم. كانت هذه معلومه خفيفه على النتائج ديال المنتوجات، وكنقول لكم ان شاء الله في الفيديو جديد غادي نهضروا على واحد المعلومات اخرى اللي غادي تفيدكم في العنايه بالبشره ديالكم. ما تنساوش ديروا اللايك، كذلك التعاليق ديالكم كتهمني، وخليت لكم الراحه.